السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ آه اهلا بيكم ومرحبا في قناة اسرار شيري. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض آه اسفة. هنعمل مع بعض ان شاء الله شوربة الخضار، لان عندنا هنا البيت كله مريض، كلنا مرضاء. الشتا داخل بقى وكل الناس، مش احنا بس طبعا، كل الناس تعبانة عشان تغيير الفصول. فقلت بقى ايه، اعمل حاجة خفيفة. فايه النهاردة ان شاء الله هنعمل شوربة خضار. اولا انا هنا قطعت الكوسة وبطاطس. انا ما بحبش لاني اولادي صغيرين، وشوربة الخضار دي دايما حتى يقولوا للتعبانين او المريض دايما او كده، فما ينفعش اعملها له كتل. هو مش قادر يندر اساسا ولا قادر يبلع يعني، فلازم انا اصغرها كده. الكوسه بتاعتي دي اولا انا كان عندي هنا كوسه كنت عامله محشي من حوالي يومين كده، فبقى كذا كوسيه، فحطيتهم في كيسه وحطيتهم في التلاجة. ما رميتهمش طبعا، هو كانوا مقورين يعني، كانوا متقورين، بس كانت الحله خلاص اتملت، فما رميتهمش. قلت ايه، اكيد هحتاجهم برضه، هعمل لهم في اي اكله تانية. فانا طبعا ايه، انتهزت فرصه اللي انا بعمل شوربه بالخضار ورحت جايباهم مقطعاهم بالطريقه دي. وطبعا انا جايبه كوسه تانية، فايه قطعتها ايه اربع تربع كده يعني مكعبات. بس وهنا انا جبت بسله، فصصت بسله وفاصوليا، فصصت بسله وفاصوليا وجزر برضو قطع صغننه يا بنات، عشان ولادنا يعرفوا ياكلوها والتعبانين يقدروا يبلعوها. وهنا معايا طماطمايه وبصلايه صغيره. طبعا السر هنا والتكايه في شوربه الخضار ايه هي بقى، هقولها لكم بس بعد ما نحضر الحاجات اللي احنا بعد ما نحضر الحاجات على النار. هنا يا بنينيت انا حطيت دلوقتي سمن في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هحط ايه بقى، هشوح فيها. طيب في حاجه مهمه كنت عايزه اقولها لكم، ليه انا حاطه البسله والجزر والفاصوليا في طبق والبطاطس والكوسه في طبق تاني؟ ليه؟ ليه؟ هقول لكم ليه. اولا انا هنزل اول حاجه تتشوح ايه، البسله والفاصوليا والجزر ده اول حاجه هيتشوحوا في السمنه. طب ليه ما حطيتش معاهم البسله والجزر؟ اسفه، ليه ما حطيتش معاهم الكوسه والبطاطس؟ لاني الفاصوليا والبسله والجزر جرز دول بياخدوا ايه، سوا، يعني لازما هما اللي ينزلوا على النار الاول، انما البطاطس والكوسه تقريبا نفس السوا بتاعهم، فما بياخدوش وقت. بنزلهم امتى؟ بنزلهم بعد ما دولت شبه يستووا. هشوح كده فيهم شويه. وهقول لكم برضو السر، ممكن يكون في ناس كتير بتعمل شوربه الخضار كده، انما ليها سر بقى وتكايه اعرفوها من شيري. حبيبه قلبي ماما طبعا هي اللي معلماني، ربنا يخليها ليا يا رب ويديها الصحه والعافيه وطول العمر هي وبابا. ف هنشوح كده وبعدين هنشوف هنعمل ايه. انا هنا يا بنات ما زلت بقلب، ما زلت بشوح. طبعا انا سلقه الفرخه بتاعتي وحطها على النار عشان اخد منها الشوربه. وحذاري حد يحط مرق الدجاج، دي العيانين يا جماعه، مش عايزين نعيهم اكتر. كده انا بشوحها. بصوا شكل الخضار جميل ازاي، بصوا بيلمع وجميل ازاي. انتوا عارفين احلى حاجه في الشتاء، انا بحب الشتاء طبعا وبعشق الشتاء يعني. احلى حاجه فيه بقى الخضروات الجميله الطازجه، حتى الفواكه بتاعته جميله وطازجه. فانا بحب الشتاء قوي يعني. انا صراحه في الصيف، مش عارفه في الشتاء بقى اعمل ايه. يلا دلوقتي هحط الشوربه بتاعتي. انا كده هحط الشوربه بتاعتي هنا
عشان تستوي. انا عايزاها ايه تستوي بس كده. انا هنا يا حبايب قلبي نزلت الشوربه كده على البسله والجزر والفاصولياء الخضراء، عشان في فاصولياء حمراء بس. وبعدين بقى هسيبها تستوي كده شويه. ولسه لغايه دلوقتي ما قلتلكوش السر اللي بيخلي شوربه الدجاج ايه ده لسه ما قلتلكوش السر اللي بيخلي شوربه الخضار تحفه روعه روعه. كل يوم هتعملي منها وتاكليه لو عملتيها بالطريقه ديت. يلا بقى نسيبهم كده يستوي شويه واغطيها، سيبها كده حوالي 10 دقايق وارجع لها تاني. كده حبايب قلبي انا هنزل الطماطمايه بتاعتي عشان تخلي الشوربه كده لذيذه وطعمها حلو. يلا بقى نحط السر مع بعض اللي بيخلينا شوربه الخضار تحفه روعه، طعم مختلف عن اي طريقه تانية، الا وهو الكرفس. الكرفس ده يا بنات من اجمل الخضروات، بيدي للاكل طعم رائع، بيدي ريحه رائعه. وللأسف هو دايما مش موجود، هو يعني ممكن تلاقيه الأكثرية يعني وجوده بيبقى في الشتاء أكتر الوقت. فرائع. ناخد كده حبة من الحزمة بتاعت الكرفس ونقطعهم كده هوت على طول، ونسيبه ايه يخلي طعم الشوربة رائع. خلاص. لو انا عملتها من غير كرفس لا ادتني شوربة خضار طعم تاني خالص، انما بالكرفس غيرت طعمها لطعم تاني خالص. طيب انا دلوقتي حطيت هسيبهم برضو يستوي شوية وبعدين انزل بايه. بصوا بقى بعد ما اسيبهم يستوي شوية كمان هنزل بدول. انا حاطه الملح هنا، وده فلفل، ودوت بصلايه صغيرة كده وسط مش كبيرة. هقلبهم كده 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 مع بعضهم واروح منزلاهم هما كمان. انا هنا بقى بطلع ايه عشان ولادي لو شافوا الحاجات ديت مش هياكلوها خالص. هطلع ورق اللوم، ولو لقيت حبهان هطلعه. طب حد يجي يقول لي انا طب ما انت ما صفيتهاش ليه كده؟ هقول له لا، لان انا محتاجه البصل اللي في شوربه الفراخ، محتاجه البصل لان انا مش حاطه لها بصل كتير. انا لسه ما حطيتش لغايه دلوقتي طبعا بصل، هحط بصلايه صغيره بس انا عايزه الشوربه نفسها فيها بصل عشان يبقى حلو. انا مش مكتره اصلا البصل فيها. خلاص طبعا قبل ما ابتدي خلاص هتستوي كلها ببتدي انشل الطماطم دي برضو، وانا هنشل دي لان ولادي برضو لو شافوها مش هياكلوا خالص. احنا هنلعب بقى كده يا بنات. انا هنزل البصل بتاعي كده، هنزله هنا ياخد برضو شوية كده مع السلق يستوي شوية ويطرى عقبال ما انزل بقية المكونات. هنا يا حبايب قلبي هبتدي انزل بايه، بالكوسة والبطاطس. يلا نقلب كده كده يعني. الخضار دوت لما يتسلق لسه الكوسه والبطاطس هينزلوا لسه ميتهم تاني وايه هيستووا كده ويطروا اول ما هينزلوا في الشوربه، فالشوربه دي هتزيد. لما تبتدي خلاص تدخل فعلا في السوا اعرف منها هي هتحتاج مني شوربه تاني ولا لا. هتستوي بقى كده ان شاء الله على خير وبعدين اوريكم هتبقى عامله ازاي. انا هنا حبايب قلبي جايبه بطاطا جميله قوي ومفيده قوي. انا لسه ما غسلتهاش ولا اي حاجه، لسه هنقعها الاول في الطبق وبعدين اغسلها بليفه كده مخصوصه ليها، بغسل بيها البطاطا وبخليها زي الفل واشيل الحروف واشوف ايه اللي وحش منها واشيله.
الحاجات دي هتشال. البطاطا يا بنات عايزه اقول لكم اللي هي مفيده جدا لاولادنا، مفيده وحلوه، يا ريت نجيبها لهم. برضو الموسم تقريبا بتاعها هو الشتاء، جميله قوي. وانصحكم بقى وانتوا بتشتروها، شايفين السمك ده، يعني ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، تكون مظبوطه كده، هي دي اللي بتبقى مسكره يا بنات. تمام. هشوف بقى اخر اكلتي شوربه الخضار انا عملت فيها ايه، بس انا قلت حبيت اوريكم بالمره عشان انا قلت ايه هنقعها، عشان بصوا مليانه طين وحاجات كده. خلاص حبايب قلبي، الشوربه استوت وبقت تحفه ورائعه، وكلها استوت وبقت جميله، وبألف هنا وشفا. يلا، وشكرا لمتابعين قناه اسرار شريف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.